مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم نسلط الضوء على صفقة قد تحدث زلزالا في سوق الانتقال الصيفية. صفقة إن تمت، فستسجل تاريخا جديدا في الدوري السعودي للمحترفين. الحديث هنا عن المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، نجم نادي لايبزيج الألماني، البالغ من العمر 23 عاما، والذي بات هدفا رئيسيا لنادي الهلال السعودي خلال الميركاتو الحالي. سيسكو قدم موسما رائعا مع لايبزيج العام الماضي، حيث سجل 18 هدفا في 42 مباراة، ليصبح أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، ولاعبا على رادار كبار الأندية. ولكن هنا تأتي المفاجأة. نادي لايبزيج لا ينوي التفريط في نجمه بسهولة، بل اشترط الحصول على أكثر من 9 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه. وإن وافق الهلال على هذا المبلغ الضخم، سيصبح سيسكو رسميا أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، متجاوزا صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال مقابل 9 مليون يورو في صيف 2023. ولكن بحسب الصحفي الشهير رودي جاليتي، فإن الهلال حتى الآن يرفض تلبية هذا الطلب المالي الكبير، معتبرا أن المبلغ مبالغ فيه، رغم الإعجاب الكبير بقدرات اللاعب. ليس الهلال وحده من يرى أن شروط لايبزيج غير منطقية. فهناك ناديان إيطاليان مهتمان بسيسكو، لكنهما لم يتقدما بأي عرض رسمي حتى الآن لنفس السبب. وحتى أرسنال الإنجليزي انسحب من الصفقة، مفضلا التوقيع مع السويدي فيكتور جيوكيريس. من جهته، يبدو لايبزيج متمسكا تماما بموقفه، إذ أكد أنه لن يتخلى عن سيسكو هذا الصيف إلا إذا وصله عرض مالي يتوافق مع طموحاته المرتفعة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل يرضخ الهلال في النهاية ويكسر حاجز ال9 مليون يورو؟ هل سنرى سيسكو بالقميص الأزرق قريبا؟ أم أن المبلغ سيغلق الباب نهائيا أمام الصفقة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. هل يستحق سيسكو هذا الرقم؟ وهل ينبغي للهلال أن يغامر من أجل موهبة بهذه الجودة؟ ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار الانتقال. إلى اللقاء.